على بركة الله ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض ريفيو بسيط كده عن مكنة صناي لصناعة الزبادي، وهنعمل فيها الزبادي وهقول لكم التجربة ايه اللي كان فيها كويس وايه اللي فيها وحش، وطريقتها ازاي، وكمان هنعمل مع بعض الزبادي. على بركة الله نبدأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، دي المكنة بتاعة الزبادي بتاعتنا، الماركة اسمها صناي. في اكتر من نوع موجود في السوق، لكن اسعارها عالية شوية، فدي بالنسبة لنا وبالنسبة للخامة بتاعتها سعرها حلو قوي قوي قوي. هقول لكم على السعر اثناء ما احنا شغالين. المكنة بتاعتنا الواط بتاعها قليل ان شاء الله 10 واط، سعة الكوباية بتاعتها 125 ملي. نفتح بقى العلبة كده ونشوف شكل المكنة من جوه. هي ما شاء الله شكلها انسيابي قوي، وشكلها حلو وسهلة التنظيف. كوباياتها ازاز، الغطا بتاع الكوبايات البلاستيك النظيف اللي هو شوية اكليريك ضد الكسر، لكن الكوبايات ازاز فاكيد بتنكسر، فتاخدوا بالكم منها. الغطا بتاعها من الباغ الصحي الشفاف، برضو سهل التنظيف. وادي شكل الكوبايه لما تعملي فيها الزبادي بتاعك هتبقى وجبه حلوه جدا جدا للفرد وللاطفال كمان، فالكوبايه هتبقى مناسبه جدا، هتاكل وهتشبع كمان. وده هنا التايمر بتاعها اللي بنظبط عليه الوقت بتاع صناعه الزبادي، من 1 ل 12، يعني من الساعه 1 للساعه 12. طبعا معاها الفيشه، وكان حوالين الكوبايات زي ورقة كرتون كده، كل ورقة محضنة على الكوبايات عشان ما يخبطوش في بعض اثناء البيع والشراء والشيل والحط. طبعا احنا شلناها في الاول واحنا بنشوفها، وفي تحت كده كرتون برضو محمل من تحت عشان يحافظ على الكوبايات من الارضية. هنا بقى ما بتيجي تفتحيه كده بتلاقي الكتالوج مكتوب من ورا بالانجلش ومن قدام بالعربي. مكتوب فيه بقى طريقة الاستخدام ازاي، وعامل لك مؤشر على كل حاجة بتستخدميها ازاي وكده. كاتب لك اكتر من طريقة لعمل الزبادي، بطريقة القهوة، طريقة الشوكولاتة، طريقة المربى، يعني ده كله زبادي بالمربى وزبادي بالجيلي، زبادي بالشوكولاتة وهكذا. كمان كاتب لك تحذيرات مهمة جدا جدا في الاخر لازم تاخدي بالك منها وتتبعيها. ودي هنا اللي هي زي البروموشن اللي هو فيه الماركة دي بتصنع ايه. هشيل الكرتونة التانية بالشكل دون عشان نبدأ بقى نشوف هنعمل فيها ايه. تمام كده. سعر المكنة بتاعتنا 190 جنيه. الكوبايات الازاز لازم في الاول لازم تتغسل بمية سخنة، اي حاجة عندك ازاز لازم تتغسل بمية سخنة، مش مغلية، مية سخنة دافية حلوة. فانا هنا الاول هشطفها شطفة سريعة كده مكان طبعا الصناعة والتخزين، وبعد كده هرجع بالسكوتش وبالبريل وابدا ادعكها كويس جدا جدا من جوه ومن بره بالشكل ده عشان اتاكد ان هي نظيفه معايا تمام. بعد كده هشطفهم كويس جدا بالميه واتاكد ان هم مفيش فيهم اي صابون، وهسيبهم يصفوا كده على صينيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. نغسل برضو الباغ او الغطا الباغ ده، انا هنا بغسله بسفنجه عشان خاطر ما جرحوش. لو مفيش اسفنجه اغسليه بحته قماشه قطن، المهم ما تستخدميش السلك عشان ما يتخربش ويتجرح معاكي. هشطفه بالميه كويس قوي بالشكل دوت، وكمان هغسل الغطيان بنفس الطريقه وهسيبهم يصفوا على جنب. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل الزبادي بطريقه مميزه قوي قوي قوي، هتدعي لي عليها ان شاء الله. اول حاجه كيلو من لبن الحليب، غليته وسبته يدفى شويه زي دمعه العين، يعني تحطي صبعك فيه وعدي لحد 10، لقيتي نفسك استحملتيه، يبقى هو كده معاكي ان شاء الله ممتاز ومناسب جدا لعمل الزبادي. هنضيف علبة صغيرة من الزبادي للبن بتاعنا، لو عندك علبة كبيرة هتاخدي منها معلقتين كبار مليانين. ولازم تاخدي بالك ان العلبة اللي تستخدميها لو صلاحيتها 3 ايام يبقى الزبادي اللي انت هتعمليه صلاحيته 3 ايام، لو صلاحيته 9 ايام هيبقى صلاحية الزبادي بتاعك 9 ايام، فخدي بالك من ده. وبعد كده هنضيف معلقة كبيرة من لبن البودرة. لبن البودرة عامل ربط مهم قوي في الزبادي، بيخلي طعمها اقوى، بيخليها غنية اكتر، دسمة، بيديها طعم حلو قوي، وكمان بيخليها تتماسك وبسرعة. هدوب الكلام ده كله بالشكل دوت، وبعد كده هضيف كمان معلقة كبيرة من السكر هنا بيخلي الزبادي بتاعي يتخمر كويس، كمان بيدي طعم حلو قوي وبيكسر اللزوعة بتاعة الزبادي. طب انا دوبت كده فعايزة اتأكد من الدوبان، هضربهم في الخلاط مع بعض بالشكل دوت علشان السكر يدوب تماما.
المهم الحركه اللي لازم تعمليها هنا انك بعد ما تضربي في الخلاط هيبقى فيه فوم عالي قوي، فتسيبي بس الخلاط كده يهدى معاكي شويه، وبعد كده بالمعلقه وقلبي كويس لحد الفومه دي ما تضيع تماما، لان دي غلطه انا وقعت فيها. الفومه دي خلت لي كوبايات الزبادي بعد ما خمرت نقصت شويه. بعد كده نجيب بقى الكوبايات بتاعتنا. هجيب الحضانه بتاعه المكنه الاول، نحطها على جنب كده، واجيب المكنه اقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا نصب في الكوبايات بالشكل ده. فخدي بالك الحركه اللي انا قلتلك عليها، الفوم ده هتلاقي الكوبايه خست معاكي بمجرد ما السائل اتبخر وهي بدات تتخمر، هتلاقيها نقصت معاكي، وهتشوفوا الكلام ده في اول 3 كوبايات انا صبيتهم بالفوم بتاع اللبن. اي زروطه حصلت هنمسحها بالمناديل، مفيش اي مشكله، ونقول بسم الله ونبدا نرص الكوبايات بتاعتنا في المكنه بالشكل ده. مهم قوي انك تحطي المكنه في مكان امن، ما يكونش فيه اطفال، ما يكونش فيه حد رايح وجاي، وما تحركيهاش منه. بعد كده رصينا بقى الكوبايات، هنبدا نغطيها بالغطا الباغ بتاعها، وبعد كده هنبدا نشغلها. انا هظبط بس التايمر الاول على حسب الوقت اللي انت بتعملي فيه، بتعملي الساعه 1 2 3 على حسب. انا كان عندي الساعه 1 فظبطت التايمر على 1 بالظبط. تمام، غطيناها بقى ونبدا نشغلها. الغطيان ده مش وقتها خالص، مش هنستخدمها دلوقتي طبعا، بنحط الكوبايات من غير الغطا. نقيد بقى المكنه بتاعتنا، وبمجرد ما هتلاقيها بدات اشتغلت كده هتبدأ تدفي معاكي وتعمل زي بخار كده على الغطا. بعد ما يعدي 4 ساعات شيلي الغطا بحرص وامسحي او نشفي البخار اللي هيبقى طالع، هيبقى فيه ميه كده، شيليها بالراحه عشان ما تنقطيش في الكوبايات، ونشفيها وارجعي غطي تاني. يا ريت لو تكون مكنه في اوضه او حاجه تكون دافيه برضو، لانه انا وقعت في غلطه هقول لكم عليها برضو، تاني غلطه في الزبادي المره دي، ان انا حطيتها في الصاله وكانت الصاله ساقعه جدا جدا جدا. ففي 4 كوبايات كده كانوا لسه مسيلين، كانوا ميه، الباقي كله كان اتماسك. فايه اللي حصل؟ قلت برضو اجرب تاني لان كان اول استخدام لينا فيها بصراحه. رحت مغطيه تاني الكوبايات وسبتهم تاني حوالي ساعتين، ما شاء الله اتمسكوا. فلو حصل ولقيتي عندك مثلا كام كوبايه كده اتخمروا ومسكوا والباقي لسه، ما تقلقيش ولا تضايقي، روحي حطها تاني ونشفي الغطا وارجعي رصيها وسيبيها تاني حوالي ساعتين، هتبقى معاكي زي الفل. بصوا بقى ده اللي انا قلت عليه، شايفين ال3 كوبايات دول؟ ده اللي حصل لان الفوم بتاعهم كان عالي قوي، فلما اتبخر السائل فعلى ما اتكونت الزبادي كانت نقصت وبقت بالشكل ده. بصوا تماسكت معايا ما شاء الله لا قوه الا بالله، عامله ازاي حلوه جدا جدا. عايزه اقول لكم بقى وانا بدوقها كده طعمها روعه. المعلقه السكر اللي حطيناها كاسر اللزوعه بتاعه الزبادي، فهتعجبك جدا ان شاء الله لو جربتيها بنفس الطريقه دي. دول ال4 كوبايات اللي ما كانوش اتمسكوا معايا، غطيت عليهم وسبتهم ساعتين كمان تماسكوا بقوا زي الفل. مهم جدا جدا بمجرد ما تخلصي تشيلي الفيشه فورا. النكهات ممكن تلعبي بقى في نكهات براحتك، يعني تجيبي مثلا كيس بودرة ايس كريم فراولة وتحطيها في الخلاط وتمشي بنفس الطريقة، هيديك الطعم الممتاز اللي انت عايزاه. ويا ريت ما تنسوش لو وصلتوا معانا لحد هنا لايك واشتراك او سبسكرايب، وتفعلوا علامة الجرس عشان كل جديد بنعمله يوصلكم ان شاء الله. الجرس تعملوه تشغيل الكل. بعد ما خلصنا كل الكمية هنغطيها بالغطيان بتاعتها، الغطا بتاعها ما شاء الله محكم جدا، تدخل التلاجة لمدة ساعة او ساعتين علشان تتماسك اكتر. وتاكليها بقى بألف هنا وشفا. اسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.